صباح الفل على كل متابعين قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. احنا زي ما متعودين مع بعض حبايبي ان احنا بنصوم صيامات كتير في السنة. الآباط الأرثوذكس بيصوموا صيامات كتير في السنة. فاحنا بقى بنحتاج أكلات صيامي حلوة وشهية ومغذية في نفس الوقت. فاحنا في القناة عملنا أنواع جبن كتير جدا، أنواع جبن صيامية وفطرية، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الصيامي. فعملت أنواع حلوة بأمانة، كلها أجمل من بعض، وناس كتير جربتها وقالت لي ممتازة. لكن النهاردة بقى هنعمل حاجة جديدة خالص خالص. هنعمل هنعمل القرص بتاع الجبنة الرومي، هنعمله صيامي بمكونات بسيطة وسهلة، وبأمانة ربنا طعمه حلو جدا جدا. يعني أنا بقولك في القناة أنا عاملة بتاع 11-12 نوع جبنة صيامي، وفي البلاي ليست أنا عرضتهم، لكن النوع ده مميز حقيقي بأمانة. أنا ما عملتش جبنة رومي صيامية بالجمال ده. فتابعي الفيديو وشوفي المقادير بالظبط، وشوفي المكونات ايه والحاجات والخطوات ايه كمان. هتعملي قرص جبنة رومي صيامي بأمانة ربنا، خطير حلو جدا جدا جدا. ممكن تبشري منه، ممكن تقطعي سلايزات للسندوتشات، ممكن نعمل بيه أكلات كتير كتير. وممكن يتعمل سندوتشات كده للمدارس، وسندوتشات للعشاء للفطار، صيامية اقتصادية، طعمها خطير حلو جدا جدا. بصي شكلها، يعني هو شكلها يفتح النفس، وريحة وطعم بأمانة ربنا خطيرة خطيرة في الجمال. دلوقتي بقى هوريلك القرص على بعضه اهو. بصي، بس حقيقي انا ما عملتوش في حاجة مدورة، يعني في صينية مدورة. ممكن تعمليه في صينية مدورة هيطلع نفس القرص بالظبط. انا عملته في الصينية دي، بس طالع بأمانة الله خطير خطير خطير، حلو جدا جدا جدا. أول حاجة عندي فول الصويا المجروش. هناخد كوباية فول صويا مجروش، وهنحط عليها 4 كوبايات مية مغلية، وهنغطيه وهنسيبه حوالي 3 ساعات كده. وبعد 3 ساعات هتلاقيه ان هو طري. هنحطه في الخلاط وهنطحنه حلو جدا جدا، وهنجهز البولة بتاعتنا وفوقيها مصفى، هنصفيه حلو بالشكل ده اهو. والفول الصويا اللي طلع من اللبن بتاع فول الصويا ده احنا هنستخدمه في أكلة تانية. ودلوقتي بقى عندنا لبن فول الصويا. دلوقتي بقى عندنا للعيار ده اللبن الكافي ميت البودر الصيامي ده. هناخد منه 8 معالق وهنحطهم عليه، وهنحط النشا بتاع الذرة ده هنحط برضو 8 معالق. وعندنا الجيلاتين ده موجود في كل الماركت، سعره مش غالي، برضو هنحط 8 معالق. يبقى أنا كاتبهم لك 8 معالق النشا بتاع الذرة، و8 معالق الجيلاتين، مع الحاجات اللي احنا قلناها دي، وهنقلبها حلو جدا مع معلقتين ملح. وبعد كده بقى هنقلب حلو، وهنحط الحاجات دي كلها اهو. عندنا بقى زيتون، وعندنا شطة، وعندنا بابريكا. أنا كاتباها لك على العموم الحاجات كلها، وممكن تقللي منها أو تزودي براحتك الحاجات اللي احنا بنحطها إضافية على الجبنة. وهنحطها عليها وهي أثناء ما هي على النار، وهنقلب لغاية ما القوام بتاعها يتقل زي ما وريتهولك كده. وبعد كده هندهن القالب بتاعنا أو الصينية زيت زيتون أو زيت عادي، وهنفضيه كله، المحتويات كلها هنفضي الجبنة بتاعتنا. وبعد كده هندخلها التلاجة وهنبيتها لتاني يوم، وتاني يوم هتبقى بالشكل الجميل ده. تقطعي بقى طعم بأمانة ربنا حاجة خطيرة خطيرة. أنا ما حطيتش فلفل أسمر حبوب، لا، أنا عملتها إن بفلفل أسمر بودر، مع البهارات اللي أنا قلتلك عليها،
يعني رشة توم باودر، رشة بصل باودر، رشة بابريكا، رشة ملح، رشة ماجي. يعني بصي التوابل دي ممكن تشيلي منها أو تحطي عليها براحتك، التوابل براحتك. بس التوابل مع الزيتون بنحطه في الجبنة أثناء ما إحنا بنطبخها على النار، مش بعد ما بنخلصها، لأ، وهي على وانتي بتديها غلوتين كده على النار، بنحط فيها الحاجات دي وبنقلب لغاية ما بيتقل القوام زي ما وريتهولك كده في الفيديو. وهتعملي أحلى وأطعم جبنة رومي صيامية، بأمانة خطيرة خطيرة في الجمال. بصي أنا بشرت منها شوية وسبت حبة متقطعين وسبت حتة على بعضها، لأن الكمية طلعت كمية كبيرة. يعني انتي ممكن لو انتي مش عايزة تعملي الكمية دي ممكن تعملي نصها، نص الكمية هتطلع لك برضو يعني كمية حلوة، مش صغيرة يعني اهو. بس انا بحب ان انا احطها عندي في التلاجة، لاني انا بحب طعمها وبحب استخدمها في اكلات كتير. حاجة يعني خطيرة. يوم الجمعة والأربع ده من كل أسبوع بنصوم، فنطلع منها ونبشر ونحط على المكرونة ونحط على الأكلات بتاعتنا، نعملها سندوتشات كده بالطماطم والخيار والخس. حاجة رائعة وبألف هنا. باي باي.